إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيد مي شانيل، وهي القناة الثانية. القناة الأولى كل شيء كيعرفها المعروفة بولد شيد مي، هذه سميتها شيد مي شانيل. نتناول فيها أيضا نفس المواضيع ولكن بطريقة مختلفة، وغتكون هذه القناة متنوعة. أي حاجة بانت لنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أي حاجة الرأي العام المغربي كيناقشها غادي نناقشوها، وغنحللوا هذاك التصريح اللي عطى السيد المحامي الصوفي للأخ مغارب نيوز. نسمعوا اشنو قال. بشكل مركز بآية قرآنية يقول الله سبحانه وتعالى: لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وبالتالي فلا يمكن أننا نعتبر الأمر سهل، وإنما الضابطة القضائية تجري بحث معمق على مستوى الآن في إطار تفريغ الفيديوهات المخلة، فيديوهات السفه والعهر والفساد، فيديوهات تفاهة. وبالتالي يعني البرنامج ديالنا ديال بونضيف وديال اللي يعني واكبناه، لا انتم كصحافة ولا الأستاذة المحترمة سميرة البقالي، فهو برنامج مستمر لا هوادة فيه. برنامج مستمر لا هوادة فيه. ركزوا معايا على الآية الكريمة. اش كتفهموا منها؟ بأن هاد الناس هادو راهم غارقين من راسهم لحتى رجليهم. حملة بونضيف وحملة الكراطة مستمرة. وأعلن الضابط القضائي الآن في مرحلة بعدما استمعت الممثل القانوني جمعية افتح وحلول، هي في إطار التفريغات الآن ديال الفيديوهات ديال الضابطة القضائية استمعت للأستاذة السيدة سميرة البقالي، والآن هي في مرحلة التفريغات. ركزوا لي، مرحلة التفريغات يعني الضابطة القضائية هي اللي كتكلف الآن بالتفريغات تحت الإشراف ديال النيابة العامة. ما عطينش تفريغات المفوض قضائي هو اللي كيتكفل، لا، الضابطة القضائية تشرف على التفريغات، والكل امام الله السيد الوكيل الملك او السيد الوكيل عن الملك، حيث من بعد غيهضر لنا المحامي على التجار بالبشر وجنايات. اذا نحن امام جوج ديال الحوايج، يا اما الاشراف الكلي ديال السيد الوكيل العام الملك او اشراف ديال وكيل الملك، ومن بعد ذلك ربما يقدر يمشي الملف بعدم الاختصاص ويتحول كل شيء لجنايات. هذه القضية هذه إخواني أخواتي كما كتعرفوا شغلت بال الرأي العام المغربي في إطار ما يعرف بالبدوية ومن معها، والأسرة اللي كل شيء كيعرفها ومن يدور في فلكها. نكملوا مع الأستاذ. هاد البدوية ومن معها ومن يدور في فلكها. وأبشركم خيرا وأزف لكم خبرا، ولمشاهديكم ولكل المواطنين ولكل المتعاطفين ولكل محاربي الفساد والتفاهة، نقول لهم: زيرو تفاهة، زيرو تعاطف. النتائج سوف تظهر قريبا، وسوف يطال القانون كل من لوث سمعة المغاربة وكل من مس شرف المغاربة وكل من تجرأ على العبث بكرامة المغاربة. إذن البحث مستمر. أحب أن أنوه على أنه ما كاينش تهاون، هذا بحث طويل. ونوضح الرأي العام على أن المسمات هي مستار، وأيضا المسمى والشينوية، راه الأبحاث خذت وقت طويل، ولكن العبرة بالخواتيم. العبرة بالخواتيم. فاش يلا كنخرجوا الصحفيين بجوج مشكورين هذا المنبر هذا، أخبروا على أن هناك شكايات وضعت لدى الضابطة القضائية، خرجت الأستاذة سميرة البقالي، خرج الأستاذ الصوفي، كلهم تيقولوا بأن كاين واحد الأسبوع اللي غيكون حاسم وانتظروا مفاجآت. لكن وقعت واحد المستجدات، قنوات أخرى، أطراف أخرى، تفريغات جديدة، مما استدعى من الضابطة القضائية على أنها تزيد تبحث وتزيد تعمق البحث. إخواني أخواتي، هذا الشيء علاش دابا قال لكم المحامي بأن الملف سيطول شيئا ما. علاش؟ لأن الملف الآن كاين في واحد المستوى اللي عالي بزاف. أنا أظن
حسب اعتقادي الشخصي الملف لن يقتصر فقط على الضابطة القضائية، ربما غنشوفوه عند الفرقة الوطنية، والله أعلم والله أعلم. ولكن اللي خاص يعرفوا المواطن المغاربة والمواطنات المغاربة بأن ما يقال وما يشاع على أن هناك تراجع وبأن الشيكات مشاو للحفظ، فهذا الشيء عار عن الصحة. تقدموا تم تعميق البحث، طلع الفيديوهات، المواجهات، التفريغات، وبعد ذلك كانت النتيجة اللي هي الاعتقال والحكم والضرب بأحكام رادعة في حق هؤلاء. هنا عطى المثال بهوية مسطار وبول الشينوية. كتعقلوا هي مسطار شي عامين هي ترون مع راسها في مواقع التواصل الاجتماعي، خرجات ما خلات فين ضربات، نهار تقدمت السيده سميره البقالي بشكايات خرجت كتسب فيها ما خلات فيها غير اللي نسات، والناس كلهم كانوا تيقولوا كيفاش هذه خيتي هذه ما تمش الاعتقال ديالها. لا ديك الساعه كانت ابحاث جاريه وتفريغات وما غير كيهزوها في المقاطع حتى تم الاعتقال ديالها، حكموا على 3 سنين. وشوفوا الشنويشه بشحال ضاربينو مع اغلاق القنوات، لذلك هاد الناس هادو خليهم ما بغاوش يتردعوا، خليهم يزيدوا في الفيديوهات، يزيدوا في المقاطع، وراه اي مقطع كيتحط راه كيتهز. نزيدوا نسمعوا اخواني اخواتي. ولمن يشكك عليه ان يرجع للارشيف ويشوف الملف السابق اللي هو مرجع ديال السيد وكيل الملك هنا بابتدائيه الدار البيضاء مشكور. هذا مرجع اصبح مرجع وطني، ونحن اختيار لان كان عن عقلانيه واننا كنعرفوا واش كنديروا. يعني عرضنا الشكايات على السيد وكيل الملك المحترم بابتدائيه الدار البيضاء للمحكمه الزجريه، لان عندنا مرجع سابق. الناس اللي مرجع سابق كما كتعرفوا بان المتابعات اللي كانت ضد ولد الشنويه ولا هي مسطار تمت من النيابه العامه بمدينه الدار البيضاء، وبالضبط بمحكمتها الابتدائيه بعين السبع. المحامي ارتأى على أن الشكاية تخرج من نفس المدينة ومن نفس المحكمة، لأن هذا وكيل الملك معروف بالمرافعات ديالو، ومعروف بأنه يعرف ويعلم الخبايا ديال السوشيال ميديا، وبالتالي المحامي بان لي بأنه خاصو يمشي حتى تما الشكاية. وهذا الشيء هذا لا يتنافى مع الاختصاص الترابي والقضائي، لان هاد الجرائم اللي داروا هاد الناس هادو فهي اصبحت جرائم عابره للحدود، وهذا ما اكده ليله امس المحامي الدولي. وبالتالي يحق للمحامي على انه يحط شكايه فيما بغى، يحطها في كازا، يحطها في الجديده، يحطها فيما بغى، لان صافي هذه ولات جرائم عابره للحدود. وكاين هناك واحد المطالب ديال الجاليه المغربيه المقابله للخارج اللي دخلات على الخط وصيفطت المقاطع، وكاين منهم اللي وقف على شكايات. اذا هنا نحن امام واحد الواقعه من الناحيه القانونيه جد سليمه اخواني اخواتي. هذا كان توضيح اولي، انتظرونا في تحليل اخر في الفيديو المسائي على قناه الشدمي شانيل. كنتمنى على انكم تدعموا هذه القناه كما دعمتوا القناه الاخرى، تحليلات اخرى بطريقه مختلفه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.